ورجعنا لكم مرة تاني، وفي الفقرة دي هنتكلم عن الرقمنة. زي ما احنا شايفين يا خالد ان الرقمنة والغاء المعاملات الورقية دلوقتي بقى مهيمن على مستوى العالم. حتى في مصر عندنا كان في المؤتمر الشباب الأخير كان بيتكلموا عن الرقمنة. بالظبط الرقمنه دلوقتي مش بس واخده الحيز بتاع فكره ان احنا لازم نتطور بالاسلوب ده او الكلام ده. الرقمنه من زمان هي اسلوب اساسي جدا لتحويل اي حاجه حجمها كبير، سواء اوراق الكلام ده كله للميجا بايت والبايت والحاجات والاستخدامات دي كلها، سواء في الميديا سواء في المجال بتاع الفلوس سواء في اي مجال عموما. هي اسلم طريقه دلوقتي ان احنا ننقل بيها مصر للمستقبل. هنعرف بالتفاصيل بالظبط عن الرقمنة على مستوى العالم ومستوى مصر مع الدكتور حسن الزواوي، دكتور الإعلام السياسي بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقمنه دلوقتي هي بتفرض نفسها علينا في المجتمع وفي العالم، ومصر الحمد لله ابتدت تاخد سياسات في اتجاه الرقمنه. كم واحد فينا بيعاني لما بيروح اي مصلحه حكوميه ان هو لما بيبحث عن ورقه او بيطلع مستخرج من حاجه ان يلاقي قدامه ملفات ودوسيهات عفى عليها الزمن، اتاكلت من كتر القدم، فممكن الورقه بتاعته ما يلاقيهاش او يدوخ الموظف على بال ما يجيبها. فطبعا دي بتسبب تعب شديد جدا للمواطن وتعب حتى للي بيشتغل في المجال ده. فتخيلوا بقى الحاجه دي لما تكون موجوده بشكل رقمي معمول لها اركايفنج، هتسهل علينا كتير. ارشفه رقميه، مجرد الموظف بس بيكتب اسم اللي جاي صاحب المعامله اللي بيتعامل بيها ويطلب اسمه، يجي له كل البيانات عنه. خلينا مثلا موظف في مصلحه حكوميه كبيره عاوز يطلع سي في ليه، اللي بيحصل ان هم بيجيبوا الملفات ويدوروا عليها وكده اهوت. لكن دلوقتي في السي في بتاعته يقدر يجيب مجرد ما يكتب اسمه، يجيب ان هو اشتغل من امتى، يقدر يجيب الايام اللي خدها مرضي في حياته الوظيفيه شكلها ايه، السفريات اللي سافرها شكلها ايه وفين ومدتها قد ايه كل واحده. كل دي من جهات مختلفه وحتت مختلفه كان ممكن تطلع عينه على بال ما يعملها في وقت اقل. في وقت اقل. طيب تيجي اتونس. اسال حضرتك في حاجه، هل احنا دلوقتي في مصر او في الوضع الحالي اللي احنا فيه، هل احنا دلوقتي على اتم الاستعداد ان احنا نتحول للجزء الرقمي، ولا احنا محتاجين ان احنا يحصل تمهيد للموضوع بشكل كبير عشان نوصل للمرحله دي؟ لا، هو مصر قطعت شوط كبير في الموضوع دوت. احنا عندنا بقت في الحكومه الالكترونيه او الحكومه الرقميه بقت موجوده، تدخل على كل حكومه هتلاقي او كل وزاره هتلاقي في الموقع الالكتروني بتاعها. في الموقع الالكتروني يعني دلوقتي مثلا خلينا في مخالفات المرور وكده، هو ممكن تستعلم عن مخالفه المرور ليك وانت قاعد في بيتك بالزبط. من غير ما تروح تستعلم عنها، تحط بس رقم السياره بتاعتك وبياناتك ويجيب لك المخالفه اللي على السياره شكلها ازاي، وتقدر تطلع ورق الرخصه من خلال الموقع الالكتروني. وزيها خدمات والبنوك كتير وزيها خدمات. والبنك انت كونك بتستعلم عن رصيدك وتستعلم عن احول من حساب لحساب او تحول حساب من مكان لمكان. وانا هقول لك بقى باعتبار ان انا مهتم كمان بالميديا، هقول لك الحاجه اللي هي كمان مهمه قوي. احنا كنا زمان بنسجل الميديا دي كلها كانت بتسجل على التيبس ديت كانت بتاخد حيز في المكتبات وتتسجل فيها وكده. دلوقتي انا بقدر ان انا اخد كل اللي انا مسجله ده مكتبه. عندنا مكتبه ضخمه جدا في مسبيرو. المكتبه ديت ممكن تكون 3 ادوار، وكل دور الكوريدور بتاعه طويل جدا. كل دي اشرطه. طيب خليني اسالك كواحد من الناس اللي بيتعامل دلوقتي بالنظام الرقمي وبيتعامل على الانترنت والكلام ده كله، وهو شايف مثلا ان انا لو حجزت رقم عن طريق النت ممكن اوصل هناك الموظف ما يرضاش، ممكن احجز رقم في الشهر العقاري عن طريق الانترنت والموظف ده ما يرضاش او ما يبقاش عايز الكلام ده كله. هل احنا دلوقتي في الفتره دي هنقدر نوفر للمواطن الحق بتاعه في ان هو لو حاجز او عامل الكلام ده كله ياخد حريته؟ لا، ما هو المشكله ان احنا مش بس ان احنا بنطور في الاجهزه وفي المعدات، لازم نطور كمان في البني ادمين. بالظبط. لازم نطورهم هم كمان، يعني ياخدوا دورات ويفهموا البروتوكول في التعامل مع الاجهزه الرقميه دي ايه. المشكله مع الاجيال يعني الاكبر. انا فرحتي ان انا عملت اجهزه رقميه، لكن ما عنديش الناس اللي تشتغل عليها تستخدمها. الناس الكبار السن او الناس اللي هم يعني استيعابهم اللي هم يعتبروا الكفاءه اللي موجودين في المكان، اللي هم عندهم خبرات لكن مش قادرين يتطوروا. ممكن دول يبقوا خبراء، لكن ممكن يبقوا على جنب شويه ونفسح المجال للشباب
اللي اتدربوا ان هم يقوموا بالكلام ده. مع ان لو الكبار اتدربوا على الموضوع ده هيسهل لهم كتير، يعني هم هيكون اريح بكتير ليهم. بس قدرتهم على الاستيعابيه على التعامل الرقمي صعب شويه، التعامل مع الكمبيوتر والتعامل مع الوسائل الحديثه. مفيش حاجه صعبه بالتعلم، هي يعني طبعا هي بالتعلم. هتوفر ما احنا ممكن نعمل ايه؟ نعمل تدريب، والناس اللي هتجتاز الدورات التدريبيه ديت وتبقى صالحه ان هي تتعامل مع السيستم الجديد هي اللي تخش في الموضوع ده، واللي مش هتبقى نشوف لها عمل تاني اداري، عمل تاني اشرافي يبقى موجودين فيه. مفيش ما يمنع ان انت بحيث تدعم بالشباب، مفيش ما يمنع ان انت تدعم بالشباب مكان كبار السن اللي هم ما عندهمش الكفاءه في التعلم. بعد ما ندربهم ونديهم فرصتهم وكده هو قدروا يستوعبوا كان بها، اللي ما يقدرش يستوعب منهم نخليه في مجالات تانية يكون هو كويس فيها، واحده واحده يطلع اجيال بقى خلاص هي الرقمنه هي المهيمنه على الموضوع. انا عاوز اضرب لحضراتكم مثل. مثلا دلوقتي احنا لو عاوزين نعمل سهره عن مثلا اي يعني عمار الشريعي، فعاوز اعمل السهره ديت اقول كل الاعمال اللي قام بيها عمار الشريعي. طيب انا هجيب البيانات دي منين؟ هخش للاماكن اللي فيها اعماله اشرطه، هلاقي اشرطه ضخمه جدا واعداد كبيره، وانا نفسي ما اعرفش هو عمل ايه، والاشرطه دي مش موجوده في المكتبه غير برقم، مش موجوده، مش مكتوب عليها عمار الشريعي، مش مكتوب فيها بليغ حمدي، مش مكتوب فيها اسم مش موجود فيها ام كلثوم، موجود فيها رقم الشريط. فكان دايما المذيع او المخرج او كده بيبقى معاه اجنده كاتب فيها رقم الشريط ومحتواه ايه. لكن انا لو رحت في المكتبه قلت له اديني اعمال اللي بيقوم بيها عمار الشريعي، هو ما يعرفش غير رقم. انا دلوقتي بقى تخيلوا بقى دلوقتي انا بعد ما عملت الاركايفنج والارشفه الرقميه ديت اقدر بس اخش على الكمبيوتر واكتب عمار الشريعي. هيقول لي بقى عمار الشريعي دوت ايه الاعمال اللي انت عاوزها ليه؟ عاوز له الاعمال اللي عملها كتلحين بس، عاوزها اللي غناها المغنيين، عاوز بقى الاعمال اللي غناها كمان اللي غنتها مثلا انغام بس. يعني هو كمان بيسهل بيقسم. يعني ممكن تعملي كمان يعني كلاسيفيكيشن، يعني ايه اللي عمله فلان مع عمار الشريعي. كمعمر الشريعي ملحن. أيوة. وكان بيعمل اغاني، ده غير طبعا البرامج بتاعته اللي هو عملها وصورها. فيجيب لك بقى عاوزاه برامج، عاوزاه كبرامج، عاوزاه كاغاني، عاوزاه كموسيقى بس زي مثلا موسيقى رأفت الهجان، موسيقات كتير هو عاملها تاخديها موسيقى. فكل دوت اقدر اخده في لحظه وانا قاعد في مكاني. لكن قبل كده من غير الرقمنه، انا كنت بس عاوز اقول لكم اهميه الرقمنه وزيها زي اي مصلحه حكوميه. انا بس بديكم مثل في الميديا عشان انا كمان مهتم بيها، وشاركت في مشروع الاوتوميشن والاركايفنج اللي موجود في ماسبيرو. والوقت بقى عنصر مهم في الدول اللي عاوزه تتقدم وعاوزه ودلوقتي مع السرعه والوقت محتاجين دي يكون موجود. الدول اللي عاوزه تبقى في مصاف الدول المتقدمه لازم تكون عندها ارشفه رقميه. الارشفه عندنا الراجل اللي هو حاطط منديل فوق دماغه وقلم ونضاره كعب وكوبايه وكلام من ده. الصوره دي كلها دلوقتي اختفت، وبقى الارشيف ارشيف رقمي معاك جايد بس عشان يقول لك تروح فين وتعمل ايه وتجيب اللي انت عاوزه. احنا كان زمان كمان عندنا مشكله لما بتيجي عندك شريط معمول متسجل فيديو او اوديو وعاوز منه نسخه. نفرض بكره عيد الام، فاغنيه عيد الام المشهوره ايه؟ ست الحبايب حبيبي. جميل. احنا ما عندناش لا نملك غير شريط واحد في عليه الاغنيه دي. مين اللي ياخده؟ صوت العرب ولا البرنامج العام ولا التلفزيون ولا الشباب والرياضه ولا ده ولا ده ولا ده؟ هو شريط واحد، ما فيش نسخ ثانيه. لو انا نسخته انا اصلا عندي 800,000 شريط. تخيلوا بقى لو كل شريط هعمل فيه كده اهوت هيبقى عدد مهوله. وهحطها فين؟ فالشريط دوت بيتناقلوا الاذاعات. لكن دلوقتي انا لما عملت ارشفه رقميه بقت اشاره صوت العرب تاخده في نفس التوقيت اللي عاوزاه الشباب والرياضه، الشرق الاوسط، كلهم ياخدوه مع المحافظه على نفس الكواليتي. انا الشريط اللي كان موجود دوت اللي هو بتاع ست الحبايب، لو حبينا نعمله نسخ، كل نسخه تتعمل بتقلل من الجوده، بتقل في الكواليتي بتاعتها، بتقل في الجوده. ليه؟ ان هو شريط ماجنتيك، وكل ما بيتحك بالهيد بتاع المكنه بيفقد جوده، فكل ما بيتنقل بيفقد جوده. لكن انا في الديجيتال في الموضوع الرقمي كل لما بنقل الجوده هي النسخه الاولانيه زي النسخه ال 100,000 هي. غير كده بقى انا عندي الاسطوانه بيبقى فيها مثلا 20 اغنيه، عاوز اوصل للاغنيه نمره 18، اوصل لها ازاي في الشريط؟ لازم افضل ماشي 1 2 3 لغايه لما اوصل لشريط 18. لكن انا في الرقمي اكتب 18 تجي لي زي ما تراك 18 زي تراك 15 زي تراك 1، كلهم بياخدوا نفس التوقيت ونفس الوقت ومش محتاج ان انا ابحث. فدي باختصار اهميه الرقمنه. طبعا. نشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، نورتنا. شكرا على معلومات حضرتك.